هل سينزل الوداد إلى الهوة بسبب النصيري؟ الجواب لا، لأن النصيري إلى حد الآن لم يعترف باستخدام أموال المخدرات في الوداد، إضافة إلى أن الفيفا لم تستفسر الجامعة عن هذا الأمر، كما أن خصوم الوداد قاريا ومحليا لم يصدروا أي بلاغ، وما نراه في التواصل الاجتماعي هو فقط رأي الجمهور وليست قرارات الجهات الرسمية. ما هي التهم الثقيلة الموجهة إلى النصيري؟ الاتجار بالمخدرات مع إسكوبار الصحراء المعروف بالمالي، إحياء ليالي حمراء، وتصوير العديد من الشخصيات الفنية والسياسية في أوضاع حميمية، الاتجار في البشر. هل يمكن أن يخرج النصيري بالبراءة أو السجن الموقف التنفيذ؟ صعب جدا، لأن المسألة كبيرة وأصبحت قضية رأي عام، كما أن التحقيق لا يزال جاري، واللائحة لم تغلق بعد، لأن هناك رؤوس أخرى ستسقط. هل سيتراجع مستوى الوداد وهل هناك مشاكل؟ الوداد سيعيش انتكاسة كبيرة جدا، وصعب أن يخرج منها، لأن التسيير الأحادي كان سيد نفسه في مرحلة النصيري، فهو الرئيس والمدير والإدارة التقنية. هل سيبقى اللاعبون والمدرب؟ الكل سيرحل، ولن يبقى إلا اللاعبين الذين مستواهم ضعيف حتى تكتمل عقودهم ثم يطلبون أجورهم، بذلك سيغرق النادي أكثر. هل كان الاستغناء عن رمزي خطأ فادح؟ حتى لو لم تستغني الإدارة عنه فإن رمزي سيرحل، لأن لا يمكن لمدرب متكون في أوروبا وعقلية احترافية أن يبقى في هذه الأجواء.